عندي كلام مهم او نصيحة بعد تسعير موبايلات ريلمي الجديدة في السوق المصري، ريلمي 15 وريلمي 15 برو. الريلمي 15 العادي متسعر 256 جيجا مع 12 جيجا رام حوالي 20,000 جنيه، والريلمي 15 برو ب 27,000 جنيه 256 جيجا مع 12 جيجا رام. خلينا نقول في البداية، هل الموبايلات دي كمعالج كشاشة كامكانيات كحاجة كلها على بعضيها كده، هل الموبايلات دي وحشة؟ لا تماما، الموبايلات دي حلوة جدا، ولكن نقطة مهمة جدا، انا مش هقول لك ان اسعار الموبايلات دي غاليه او الموبايلات دي وحشه وما تروحش تشتريها، ولكن هقول لك الموبايلات دي مش قيمه مقابل سعر بالتسعير اللي نزل بيه ريلمي في السوق المصري. عندنا خيارات بالسعر ده افضل كتير. خلينا نتكلم عن الريلمي 15 برو ابو 27 الف جنيه. دلوقتي عندنا فيفو الفي 60 بحوالي 25 الف جنيه، وفي نفس المعالج السناب دراجون ال 7 جين 4 اللي هو موجود في ال 15 برو. وعندنا برضو بطارية كبيرة، ايوه صحيح، يعني هي زيادة حبة 7000 ملي امبير في الريلمي، وهنا 6500 ملي امبير، ولكن هي مش الفرق الكبير، مش الفرق اللي انا اروح ازود فلوس عشان ال 500 ملي امبير الزياده. وبرضو الشحن سريع والشحن في العلبه، وكمان الاضافه الاقوى هنا ان في كاميرا تليفوتو بتصور زوم حقيقي في الفيفو، ودي الكاميرا مش موجوده في الريلمي ما عندوش غير كاميرا اساسيه وكاميرا الترا وايد ب 27 الف جنيه. وفي ظل هذا، لو انت مش عايز توفر وعايز تدفع ال 27,000 جنيه، عندنا الاوبو رينو 14، وفي برضه كاميرا تليفوتو للزوم الحقيقي، بل في معالج هنا الدايمنسي 8350 اللي هو اقوى من هنا بحبه حلوين، وبنفس السعر، احنا ما رحناش في حته بعيده. وبقى اوبو بقى، طيب مش همك انت الكاميرا الزوم والتليفوتو وكل الكلام الجميل ده؟ طب ما عندنا الاي 56 موبايل جامد جدا ب 21,000 جنيه حرفيا، المعالج بتاعه لا يقل اداء عن المعالجات اللي موجوده في الريلمي او حتى الفيفو، وكمان ينافس مع الاوبو في الاداء والاستخدام اليومي. من ناحيه التصوير فهو مش محتاج اتكلم عنه، تاخد منه تجربه تصوير روعه جدا، تقارن مع الريلمي وتقارن مع الفيفو وكمان تقارن مع الاوبو. ويمكن بس الموبايلات دي التفوق الوحيد اللي ممكن نقوله في التصوير ليهم هيبقى الكاميرا التليفوتو الزوم الحقيقي، لكن على مستوى الكاميرا الرئيسيه والكاميرا السيلفي وكل الكلام ده السامسونج قادر يقف قدامه بقوه، وبرضه مش هقول لك ان هو يتفوق عليهم، هسيب لك انت النقطه دي تحكم عليها انت بنفسك. الريلمي 15 برو فعلا عشان يبقى موبايل منافس فعلا بالامكانيات اللي هو جاي بيها دي، المفروض سعره يقل عن كده حبه حلوين، المفروض يسعر على الاقل، انا ما بحبش اقول ارقام، ولكن 23 22 كان هيبقى سعر مناسب جدا للموبايل، او ايا يكن، يعني المفروض السعر يبقى اقل من كده بحبه حلوين. ونروح بقى لاخوه الاصغر، اخوه الاصغر اللي صدمنا كلنا، الموبايل ده كان المفروض يبقى اقل من كده بكتير. تعال اقول لك الموبايل ده واقف قدام مين دلوقتي. الموبايل بسعر 20,000 جنيه، عندك في الفئه دي الاي 56 21,000 جنيه، النسخه ال 256 جيجا مع 8 جيجا رام. عندنا الاونر 400، المعالجات اللي موجوده في الاونر 400 والاي 56 اقوى بحبه حلوين من اللي موجوده في الريلم 15 العادي. تجربه التصوير اللي هيقول لك هتاخد تجربه تصوير مقاربه، معلش انا اسف بيضحك عليك، الاي 56 هيديك تجربه تصوير محترمه اقوى كمان من اللي موجوده في الريلم 15 العادي اللي هو ب 20,000 جنيه. سوفت وير قوي جدا، دعم تحديثات لمده 6 سنين، مش عايز اخد في تفاصيل الموبايل، لكن عندك اي سم، الوان الشاشه محترمه مش محتاج برضو اتكلم عليها، والشحن السريع ال 45 واط، والموبايل بيشحن في ساعه. وكل ما يعيب بس الموبايل انه ما بيجيش معاه شاحن في العلبه. بلاش في سعره، لو حبينا نوفر عندنا في سعر ال 15 او ال 16,000 جنيه الاي 36 سناب دراجون 6 جين 3، ينافس المعالج الموجود في الريلمي. وعندنا تجربه تصوير برضو محترمه، 4K بالكاميرا الرئيسيه، 4K بالكاميرا السيلفي، وعندنا الاي سم وظهر من الزجاج ومقاوم للميه والاي بي 67 وكل الكلام الجميل ده. الموبايل ده كان المفروض فعلا يبقى منافس لاي 36 والموبايلات اللي فيت ال 15 16 الف جنيه، لكن يبقى ب 20,000 جنيه، ده اوفر قوي يا ريلمي. التسعير ده ظلم الموبايلات دي، والمنافسه هنا بصراحه مش عادله. سعر الريلمي 15 يبقى في سعر الاي 56 والاونر 400، يعني معلش لا، مش هيبقى منافس بقوة قدام الموبايلات القوية دي. فبس يعني دي كانت رأيي او كلمتين مهمين حابب اقولهم لك. وفي النهاية لو انت عجبك الموبايلات دي ومش فارق معاك كل الكلام اللي انا قلته ده، طبعا ليك مطلق الحرية. مع السلامة.